عندي هنا كيلو من الليمون، تمام. حابة تستخدميه اصفر تمام جدا، او لو متوفر الاصفر بيبقى كويس جدا عن الاخضر، بس اللي كان متوفر في السوق او الهايبر ماركت كان اللي هو الاخضر، تمام. يعني لو في اصفر حلو جدا. احنا النهارده هنشتغل بالاخضر وبيبقى طعمه خطير قوي. عندي هنا كيلو من الليمون، غسلاه كويس جدا من اي تراب او شوايب عليه، تمام. وعندي كمان 4 قرون من الفلفل الاخضر، تمام. عندي كوباية من الملح كبيرة او بولة من الملح، كمان بولة من العصفر وبيبقى شكله بالشكل ده كده، تمام. بنشتريه من عند العطار، بيبقى متوفر جدا. وعندي كمان 4 معالق حبة البركة، ومعلقة كبيرة وكوباية كبيرة من الزيت او 3/4 كوباية زيت، تمام. المقدار الصح للزيت هو من 3/4 كوباية لكوباية، تمام كده. وعندي سكينة طبعا، وهنبتدي نفتح في الليمون بالطريقة دي. الليمونة غسلها كويس، هبتدي افتح الليمونة بالشكل ده، اعمل شق في الليمون، تمام. بس ما وصلش الفتحة للاخر، تمام كده بالشكل ده. نعمل علامة زائد كده او كروس بالسكينة اهوت. فتحتها بس ما فتحتهاش للاخر قوي، خليت فيها الجزئية ديت ماسكاها، تمام اهوت. نكرر كده. من المخللات بتنفع جدا في شهر رمضان، نحاول نعمل منها برطمانين 3 ونشيلهم كده، بينفعوا جدا. كل الكمية عندنا بالشكل ده. هنبتدي نعمل الخلطة الحلوة بتاعتنا. هنجيب حبة البركة، عليها كمان ملح، عليها العصفر، تمام. ونقلب الكلام الحلو ده كويس جدا. الخلطة الحلوة دي هي اللي هتديها التطعيمة الحلوة اللي بنلاقيها في المخللات الجاهزة، وبتبقى اسعارها فعلا غالية قوي. هي دي بقى خلطة الحشوة بتاعتها او تتبيلة الحشو. وهنجيب برطمان من برطمانات المخلل، برطمان بلاستيك. المتوفر عندي هنا بلاستيك، لكن هو يفضل طبعا برطمانات ازاز نشتغل فيها، بس مفيش مشكلة، ممكن البلاستيك برضو عادي قوي في المخللات، بس زي ما قلتلك لو عندك ازاز يفضل جدا. كل اللي هعمله هناخد الليمونة بالشكل ده، وهبتدي ان انا احشيها بالحشوة الحلوة دي كده، تمام. محشيهاش قوي، يعني اخلي فيها برضو زي جزء او تهوية بسيطة، ما تبقاش يعني مكتومة جدا بالحشوة، تمام بالشكل ده كده اهوت. واجي على البرطمان واحطها بالشكل ده. حركة في منتهى البساطة، مش هتاخد معاكي 10 دقايق بس اهوت. نحشي كويس ونرصه في البرطمان. عندي كمان الزيت من المكونات الأساسية جدا في المخلل ده. هنحتاج حوالي 3/4 كوباية او نص كوباية، عشان
المخلل يطلع مظبوط جدا. فلو لسه مستمرة معايا في الفيديو ما تنسيش اللايك وتفعيل الجرس واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. انا بقى فين شكله في البرطمان تحفة جدا. خلصت انا كل الكمية اللي عندنا اللي شغالين بيها ديت اهوت. هبتدي ان انا اضيف له شرايح من الفلفل الرومي او فلفل اخضر طويل مقطع، وزعه كده في كل جنب. او لو من الاول حابه تضيفي نص كميه الليمون وتحطي فلفل وترجعي تحطي كميه الليمون عادي جدا، الطريقه اللي بتحبيها اشتغلي بيها. المعلقه كبيره من الخلطه ديت على المخلل من فوق كده، تمام. هجيب كميه الميه عندي، هحتاج لكيلو الليمون ده لتر من الميه. هحطه في البولة كده، لتر مية عليه بتاعتها. وكمان لازما ندوق المية ديت ونشوف يعني كل ما نحتاج لها ايه نزود لها. يعني مثلا عندي هنا عندي لتر مية، هحط عليه معلقة 2 3 3 معالق ملح واقلب كويس قوي وادوقها. حبيت ان انا ازود الملح بتاعها عشان ناخد بالنا كويس ان الليمون عندي انا حاشياه بالملح، تمام. يعني كل ما تبقى المية دي مملحة ومالحة جدا ما بتبقاش كويسة، زيادة شوية. شوفي زي ما قلتلك تحطي 3 معالق بس على لتر المية وتشوفيها وتدوقيها كده. لو لقيتيها مالحة بزيادة زودي مية. انا هزود مية كمان عشان لقيتها مالحة جدا اهوت. هزود لها كوباية كده، يعني لتر وربع من المية. خلاص كده خلصنا كل حاجة. هجيب الزيت وهحط نص كوباية الزيت على الخليط كده وعلى المخلل. هسيب معلقتين للوش كده، ماشي. اخر ما يعني هزود المية وبعد كده هحط دول على الوش، تمام. هنجيب الكبشة ونجيب البرطمان لحد ما اخلص كل الكمية. اسهل مخلل ليمون ممكن ناكله. حطينا حوالي لتر وربع من المية على 3 معالق ملح ونحرك كده ونشوف. عايزة اقولك ان نسبة الملح انت اللي بتتحكمي فيها. يعني لو عايزة ملحها كتير زودي، ملحها قليل برضو قللي الملح على قد ما تقدري، تمام. تحفة جدا، احلى مخلل ليمون معصفر. وهنحط عليه من فوق معلقتين الزيت. التلاجة او برضو مش مهم كيس، هو الغطا ده بيبقى محكم كويس ومقفول كويس من الحروف. عملناه بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية جدا ونفس الطعم اللي بنشتريه من بره. وهتسيبيه 3 أسابيع او 4 أسابيع وبعد كده هنبص عليه هتلاقيه زي فعلا الزبدة ونفس اللي بتشتريه من بره، طعم ولون وريحة في منتهى الجمال.